السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومشاهدينا، معكم سيد الزكواني من قناة سكيورتي عمان. في بداية الأمر إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم طريقة أو مقدمة في الديب ويب وكيفية الدخول إليه والتصفح في الإنترنت الخفي أو الإنترنت العميق. في بداية الأمر أتمنى الاشتراك في القناة ودعمنا، لأن راح نقدم هنالك فيديوهات وشروحات حصرية، فإذا حصلنا دعم وتفاعل راح نرفع فيديوهات وشروحات وكذا. بس إذا ما في حد وما في تفاعل يعني لمن راح ترفع؟ وأتمنى تروحوا على صفحتنا الفيسبوك وتسوي لنا لايك للصفحة والتفاعل وكذا. في بداية الأمر هذه مقدمة للديب ويب. وما هو الديب ويب أو الإنترنت العميق؟ الكل يعرف إن نحن الحين نستخدم الإنترنت. هذا الإنترنت اللي الحين أنت اللي تستخدمه تويتر والفيسبوك والإنستغرام وجوجل واليوتيوب وهذه الأشياء، هذا أنت تستخدم فقط 5% من الإنترنت كامل. أنت فقط تستخدم 5%. مثل هذا، تشوف هذا هنا، هذا فقط أنت الإنترنت اللي تستخدمه. أما باقي الإنترنت 95% فهو الديب ويب أو ما يسمى الإنترنت الخفي أو الإنترنت الأسفل. راح تجد في هذه هناك أشياء يعني فظيعة جدا، وأنا شخصيا لا أنصح بالدخول إليه. فمثل ما تلاحظ هنا هذه الأشياء مال هيكرز ما هيكرز وأشياء والسوق السوداء وكذا. فأي واحد يدخل هناك لا يستخدم هويته الحقيقية أو أي معلومات حقيقية عنه، كله بس يستخدم أشياء وهمية، اسم مزور، كل شيء. فما راح أطول عليكم. مثل ما تلاحظون هذا هو الإنترنت الخفي. أما الإنترنت اللي أنت تستخدمه 5%، هذا هو فقط، هذا جزء بسيط من الإنترنت كامل. فراح الحين ننزل المتصفح الخاص بالديب ويب أو الإنترنت الخفي. فكل ما عليك فعله هو الذهاب للرابط المتصفح، راح أضع لكم أسفل الفيديو. راح تسوي داونلود إذا كان للويندوز، أو إذا كنت تريد الماك أو لينكس راح تنزله يعني. بعد ما تنزله راح تسوي تثبيت عادي للبرنامج يعني. راح يظهر لنا عندك في الديسكتوب، راح تشغله. الحين تنتظر لين يسوي اتصال في شبكة التور. مثل ما تلاحظوا الحين متصفح التور اشتغل عندنا هذه المعلومات. راح نروح الحين أنت في الإنترنت تصفح آمن جدا، لأن هذا التور في بروكسي يبدل تقريبا في ثواني، يبدل لك الاي بي يعني سريعا، يقلب الاي بي يعني ما يثبت على اي بي واحد، يعني يمكن كل ثانية يمكن 10 اي بي. يعني طبعا هنالك 3 محركات بحث مشهورة خاصة بالديب ويب، يعني مثلا هناك عندك جوجل والياهو وهذه الاشياء. هنا هذا المحركات البحث المشهورة. حتى في الديب ويب راح تحصل نطاق، يعني ما تحصل دوت كوم او دوت او ام او دوت اي شيء، راح تحصل دوت اونيون، نطاق غير. فهذه عندنا 3 محركات بحث تبحث عن اي شيء مشهور. هذه المحركات البحث المشهورة. راح نجرب نبحث. هذا مثل ما تلاحظوا عندنا راح يطلع لك الاشياء يعني اللي تبحث عنها، تريد تبحث عنها في الديب ويب. عندنا 3 محركات بحث، راح أضع لكم الروابط أسفل الفيديو. المحرك الأول، هنا لا تحاول دائما لا تنزل أي شيء ملف أنت ما تعرفه من الديب ويب،
يمكن تكون فيروسات، يمكن تكون أي شيء، برامج منظمة. حاول ما تنزل أي شيء ما تعرفه ولا واثق فيه. المحرك البحث الأول اسمه نوت ايفل، المحرك الثاني اسمه اونيون لينك، والثالث جورج. هذا إن شاء الله اليوم راح تكون هذه حلقة اليوم. أتمنى الاشتراك في القناة ودعمنا بنشر الفيديو ولايك وكومنتس، وأي شيء تريدون إن شاء الله خبرونا فقط في الكومنتس. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.